يبدأ الفيلم داخل كنيسة مهجورة، فتاة مقيدة على سرير ومعها 3 رجال. أحد الكهنة هو والدها الكاهن الأكبر سناً، يقوم بطرد الأرواح الشريرة على الفتاة، وعندما يقترب ليرى ما إذا كانت لا تزال تتنفس يوقظ الشيطان الذي يتحكم في جسدها. يقوم كاهن آخر برشها بالماء المقدس، بينما يواصل الأكبر سناً طرد الأرواح الشريرة منها. تتشنج ويقترب والدها ويتوسل إليها لمحاربة الشيطان، ويتظاهر بأنها الفتاة لحظة تغيير عينيه إلى لون عينها، لكنه يضحك وهو يخدع الأب ويتولى زمام الأمور، وقذف الكاهن عبر الغرفة فقتله، ثم بدأ بالاختناق. الكاهن الأصغر يرى ما يحدث، يأخذ الأب وسادة ويقتل الفتاة، مما يحرر الكاهن الآخر من قبضة الشيطان، وتتحرك أصابع الفتاة. وبعد مرور 3 أشهر دخلت ميغان إلى المستشفى لإجراء مقابلة عمل، وانضمت إليها ليزا. بعد ذلك تسير ميغان إلى المنشأة مع الدكتور لويس الذي يشرح لها وظيفتها الجديدة، يسألها عن مشاكلها في وظيفتها السابقة كشرطية، لكنها تقول إنها أفضل بكثير الآن، عليها أن تأخذ الجثث إلى غرفة الاستقبال حيث ستلتقط صوراً لهم بالإضافة إلى مسح بصمات أصابعهم. ثم تقوم هي وعامل الإسعاف بنقل الجثة إلى منطقة الاستقبال أثناء حديثهما. بعد ذلك تقوم بالتقاط صور للجسم، ثم تقوم بمسح بصمات أصابعه وتضع الجثة في الثلاجة. تواصل ميغان عملها وتذهب إلى الحمام، وعندما تعود تتخيل أنها رأت شخص يقف في الردهة منزعجاً. تذهب لتتناول بعض الحبوب، لكنها توقف نفسها، وذلك هو الرجل الذي رأته سابقاً. كان شخصاً كانت على وشك إلقاء القبض عليه عندما كانت ضابطة شرطة، لكنه أطلق النار على شريكها قبل أن تفعل أي شيء. في الليلة التالية كانت في العمل، وجاء إنذار لتذهب ميغان للتحقق لتجد رجلاً بلا مأوى، وطلب منها السماح له بالدخول. لم تفعل ذلك، واتصلت بالأمن لإبلاغهم، ولكن كانت هناك جثة. ويطلب منها سائق سيارة الإسعاف راندي أن تخرج وتساعده في نقل الجثة، فتخرج وتساعده، وهي تعلم أن ذلك مخالف. أثناء قيامهم بنقل الجثة يسير الرجل المتشرد داخل المنشأة ويستقل المصعد، ولكن ميغان لا تراه. تضاء الأضواء الموجودة على الطرف الآخر من الردهة أثناء دخولها إلى الداخل لمعالجة الجثة. الصورة الأولى التي تحاول التقاطها تفشل، وتحاول مرة أخرى دون نتيجة. تحرك ميغان الكاميرا وتحاول التقاط صورة أخرى، ولكن تؤذي نفسها. قررت الانتقال إلى بصمات الأصابع، فأخذتها وبدأت في مسحها ضوئياً. عندما يفشل الكمبيوتر أيضاً، غير متأكدة مما يجب فعله، تضع ميغان جسد هانا في الثلاجة، ولكن عندما تدفعها داخل إحدى الطاولات تبدأ في الاهتزاز وتسقط بعض القوارير، ثم تذهب لالتقاطهم وتقطع يدها وتعود إلى الدفع. جسدها بالكامل داخل الثلاجة، تسقط عليه قطرة من دمها، ولا يزال في غرفة التجميد تضمد جرحها. وفجأة يفتح باب الفريزر وتفحصه وتغلقه. بعد ذلك تذهب إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بها وتستخدم كلمة المرور للتحقق من حالة هانا، وتقوم بطباعة بياناتها وتذهب للاطمئنان على الجسم مرة أخرى، لكن تكتشف أن لون العين في الملف ليس هو نفس لون العين المذكور. وفجأة تظهر ذبابة واحدة على الجسد، ثم يخيف سرب كامل منها ميغان. ألقت نظرة أخرى، لكن الذباب لم يعد موجودا بعد الآن. أعادت ميغان هانا إلى الداخل وعادت إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بها، وفجأة سمعت ضجيجا وذهبت للتحقيق فقط لتكتشف أن الجثة غير موجودة، وترى شخصا يسحب الجثة بعيدا فتتبعها. وفجأة هاجمها الرجل المتشرد، لكنها قاومته وذهبت لتأخذ سكينة، وتركت الجثة في الردهة واتصلت بالأمن وأخبرتهم ميغان تجري عائدة إلى الردهة، ولكن الجثة ليست هناك. تدخل إلى الغرفة المحترقة وتجد الرجل يستعد لحرق الجثة، فتحاول التفاهم معه، وفجأة يتدخل الأمن ويتعاملون معه، ولكنهم يأخذونه من الواضح أنه والد هانا. وتقوم ميغان بتخزين الجثة، ولكن عندما تسمع شيئا ما، الغريب أنها تغلق الثلاجة بغض النظر وتبتعد، ولكن الأبواب تفتح مرة أخرى. ميغان متوترة من العودة، لكنها تخرج الجثة وتفتح الحقيبة. فجأة هاتفها يرن، إنه أندرو صديقها، ولكن عندما تحرك جسدها تلقي ميغان نظرة فاحصة عليها، وتكون في حالة من الذعر وتغادر الغرفة. عندما تظهر ليزا عند الباب أخبرتها أنها تستطيع العثور على شخص ما ليغطي مناوبتها، لكن ميغان تصر على البقاء. ليزا سمعت الجسد يتكلم، لكنها أخبرتها أن تفريغ الأجسام للهواء أمر طبيعي، وديف يكون في المنشأة أثناء انتظارهم، لكنه يسمع شيئا غريبا ويدخل إلى الغرفة. التجميد هناك شيء يتحرك داخل الفريزر، لذلك يفتح الباب وينظر إلى الداخل،
ثم تطعنه وتدفعه للخارج، فهي تسيطر على جسده كما فعلت مع الكاهن. تسحبه مرة أخرى إلى الثلاجة، وتعود ميغان إلى المنشأة وتذهب إلى الحمام، وتسمع فجأة شخصاً يدخل إلى الحمام معتقداً أنه ديف يتم دحرجة كرة الشريط المطاطي إليها، وهي تنحني لترى من هو. عندما تمسكها تشعر ميغان بالرعب، ولكنها تخرج من هناك ولا يوجد شيء لاحقاً. اتصل بها أندرو وأخبرها أن هانا ماتت منذ 3 أشهر. تبحث ميغان عن هانا عبر الإنترنت وتجد مقالاً عنها تقول فيه إنها ممسوسة من شيطان. تذهب لتفحص الجثة مرة أخرى وتلاحظ أن هناك جرحاً كبيراً كان موجوداً من قبل ولم يعد موجوداً. يبحث حارس الأمن الآخر عن ديف أيضاً. عندما تمشي إلى مكتب الاستقبال تطلب لقطات المراقبة في مكتبها من خلال تصفح اللقطات والعثور على خلل. يبدو وكأن الجثة في الردهة خائفة. تذهب إليه صديقتها ليزا لتخبرها بالأمر، لكنها لا ترى أي شيء، وتقول: إنك لم تأخذ الحبوب منذ فترة. ثم تسمع بعض الضوضاء في الطابق العلوي، وتعتقد أن ديف يركض نحوها عندما تصل إلى الزاوية، وترى ديف يقفز جسده من الظلام. تبدأ بمطاردتها وتذهب ليزا إلى السطح، لكنه يتبعها هناك ويقتلها ببطء. وبعد فترة يأتي صديقها أندرو وتخبره عن الجرح الذي لم يعد موجود، ويقول إنه رآه أيضاً، وكذلك ذراعها التي احترقت عند وصولها. أخبرته ميغان أنه يبدو أن الجسد يشفي نفسه، ثم تركها بمفردها مرة أخرى. راندي يقود سيارته خارجاً من موقف سيارات المستشفى، لكن يصطدم فجأة بشيء ما. يخرج للتحقق مما كان عليه، وينظر ليري الجثة تزحف خلفه ويستدير ويركض، لكنه يعلقه بين سيارتي إسعاف ويأتي لإحضاره أيضاً، ويزحف إليه ويقتله في نفس الوقت. تقوم ميغان بفحص اللقطات قبل لحظات قليلة وترى نفس الخلل في المصعد أولاً، ثم زحف الجسد إلى الداخل. قررت الذهاب لموقف السيارات لتجد راندي مقتول. اتصل بها أندرو وأخبرها أن الرجل من الغرفة المحترقة هرب، وفجأة ظهر خلفها ويمسكها ويأخذها كرهينة، ويطلب منها إخراج الجثة من الثلاجة. يفتح الكيس وقد تغير الجسد مرة أخرى ويقول إنها تشفي نفسها بقتل الناس. يسأل الرجل: لماذا لم تقتلها؟ تقول ميغان إنها تصدقه، لذلك يبدأ في إخبارها أن الشيطان الذي بداخلها لا يريد أن يغادر، وأن العين الزرقاء هي عينه، وأنه قتلها أثناء طرد الأرواح الشريرة الأخير لإنقاذ حياة الآخرين. ولكن عندما ذهبوا لدفن الجثة لم تعد موجودة. لقد قتل 4 أشخاص في دار الجنازة. يذهبون إلى الغرفة المحترقة، بينما يخبر ميغان أن الطريقة الوحيدة لتدمير الشيطان هي أن تحرق الجسد. بينما تنظر إلى النار يعيق الشيطان والد هانا ويطاردها، لكن الرجل يهاجمها وينقذ ميغان فقط لينتهي الأمر بحرق نفسها وهي تجري وجسدها يزحف خلفها. في هذه الأثناء يصل أندرو إلى المستشفى ويجد هاتفها بالإضافة إلى هاتف راندي. تدخل ميغان إلى غرفة التجميد وتتجه نحوها لتجد ميغان على الأرض، ويرى الحارس الجسد ويهرب، لكنه في النهاية يلحق به ويقتله ويشفي الجسد الأخير. ويطارد أندرو عندما تجده ميغان فجأة كانت مستعدة لبدء إطلاق النار عليه. تستمر في إطلاق النار، وفي النهاية تعجز الشيطان لفترة كافية لإخراج زوجها السابق من المكان، وتعود لالتقاط الجثة ونقلها إليه. الغرفة المحترقة تستيقظ مرة أخرى وتكافح معها لأنها تحترق، لكن ميغان في النهاية تمكنت من حرقها. في الصورة الأخيرة من الفيلم تنظر ميغان إلى نفسها في المرآة وعيونها مغطاة بشعرها. تظهر ذبابة من العدم وتسحقها على المرآة. وبينتهي الفيلم. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس.